وبعدين قابلت البنت اللي بتاخد الكلاب بنفسها وبالطعام، وقالت لي هتقابلني بكره في الشلتر. برافو عليكي. انا عايز انزل معاكي المقابله دي. انا بحب الكلاب قوي، وعارفه على المستوى الشخصي انا عايز ادعم الشلتر ده. انت عندك كلاب؟ لا ما عنديش. انا عندي 2، عايز اقول لك بحبهم زي ولادي بالظبط. ايه ده، انت عندك اطفال قد ايه؟ لا انا مش متجوز، مع اني بحب الاطفال جدا، يعني ممكن يكونوا تاني حاجه احبها بعد الكلاب. انت عندك اطفال؟ لا ما عنديش. طيب خلاص انا هحدد ميعاد واكلم حضرتك. طيب هستناكي، ما تتاخريش عليا. بعد اذنك. امسح ايدك بالوايبس. لا يا حبيبي لسه على المسكن ساعتين. هتلاقي الريموت جنبك. لا ما هو مش ممكن هرجع من الشغل عشان احط لك ملح على السندوتشات. سلام. لا انا تعبت. مالك فاكر انه اتشل بجد؟ ده ما فاتش ساعتين من ساعه ما رجعنا من عند الدكتور وطلب 200 حاجه. قميص نسيه يقول لي قومي دوري لي عليه دلوقتي. ده قومني من عز النوم عشان اقلل له الاضاءه. معلش يا حبيبتي، اعتبريه طفل صغير. الست مش زي الراجل. الست ممكن تكون تعبانه ومجهده وعندها شغل كتير جدا، بتقوم تعمل الشغل ده كله وبتستغل ذكائها وبيخلص في منتهى السهوله، عكس الراجل. الراجل بيعتمد على قوته. لو حس في لحظه انه ضعيف بيحس ان الدنيا كلها اسودت في وشه، بيحس انه خسر سلاحه الوحيد في الحياه، بيبقى مكسور ذليل. اسنديه يا حبيبتي، اقفي جنبه. مالك لازم يعتمد على نفسه. مالك مش مشلول. ولا انت مشغوله؟ دكتور دينا في مريضة عايزاكي. انا لولا احترامي لمواعيد المرضى كنت روحت، بس اعمل ايه بقى؟ قدري في الحياه. لا ده هي كانت عايزة تقول لحضرتك إن هي هتلغي الميعاد وحجزت مع دكتور حسام دلوقتي. طيب روحي انت بقى شوفي جوزك وانا هشوف المريض. على فكره انت بتاخد زبايني. يا ستي انا اولى من الغريب. الله، هو في إيه؟ أنت مش عايزة تروحي ليه؟ هو حد طايل؟ ده أنا نفسي لما أتجوز جوزي يقعدني في البيت ويحكم فيا ويتحكم على مزاجه. يا نهار اسود، انت شكلك بطلتي تقري الكتاب. لا ما ينفعش، ما دام ابتديتيه لازم تكمليه. سيبي هانم في حالها. الخطوبه كانت هتتفسخ بسبب الكتاب ده. طيب حد تاني مش عايزني؟ اديني يا ستي قفلت الباب. ما انا ما بقاش ورايا غير اني اقفل الباب. خير؟